أقل من سنة وصلنا ل100,000 متابع. قلت وطلبت من ربنا ودعيت يا رب احنا بنعمل ده عشان فعلا نفيد الناس. هتفرق معاك جدا وهتخليك مطلوب في السوق. وشكرا يا مبدعين على 5000 سبسكرايب. انا حابب ان انا اوضحها لك من البدايه ان انا ما باخدش اي فلوس من الاعلانات، والاعلانات بتاعت اي سوشيال ميديا بلاتفورم مقفولة. اللهم لك الحمد، وصلنا ل100,000 متابع واليوتيوب بعت لنا الدرع. فخليني ان انا اكلم الشباب احمد ونور وافرحهم بالمفاجاه الحلوه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا رجاله، ايه الاخبار؟ عليكم رجلين، ايه الاخبار؟ الحمد لله. عامل لكم مفاجاه. اللهم لك الحمد، ما شاء الله وصل الدرع. ما شاء الله. الحمد لله. بس انا حابب ان انا اكلمكم في موضوع مهم. الحمد لله وصلنا ل100,000 متابع، والحمد لله الدرع جه. اللهم لك الحمد. الفيديو ده انا عامله عشان اشكر ربنا سبحانه وتعالى الاول، وثانيا اشكر كل واحد دعمنا شجعنا، عمل لايك، عمل كومنت. كل واحد كان بيشوف المحتوى اللي احنا كنا بننزله عشان يعلم ربنا، وربنا شاهد ان احنا فعلا عاوزين نفيد اكبر عدد من الشباب العربية، الشباب المصرية، وان احنا نحاول فعلا نغير عقلية الشباب في مصر والوطن العربي كله. فخلوني ان انا بكل بساطة اعمل انبوكسنج للدرع معاكم. وانا بعمل انبوكسنج عاوز اكلمكم في كام نقطة مهمة، واللي هي ان اللهم لك الحمد احنا وصلنا ل100,000 متابع على اليوتيوب في تقريبا اقل من سنة وصلنا ل100,000 متابع. طيب انت لو جيت تسألني تقول لي هل كنت انت فاكر يا باشمهندس طاهر، او هل انت كنت فاكر يا طاهر ان انت هتوصل ل100,000 متابع في سنة؟ انا قلت وطلبت من ربنا ودعيت يا رب احنا بنعمل ده عشان فعلا نفيد الناس، وكان في صدق في النية، وكان في امانة، وكل فيديو احنا كنا بنعمله يشهد ربنا ان احنا هدفنا الاول والاخير نساعد اكبر عدد من الناس. وزي ما انتم عارفين في الرحلة لما تعمل اي حاجة عظيمة، تمام، ولما تحاول تعمل حاجة جديدة، مع الاسف بيبقى فيه صعوبات. والصعوبات دي انا بشوفها ان الشيطان بيحاول ان هو بكل بساطة يشتتك. انت حطيت لنفسك هدف، والشيطان مش حابب فكرة ان انت بتتطور وبتغير حياتك وعاوز تفيد الناس وكل الكلام ده. طيب خلينا اوريكم الورقة من اليوتيوب، عشان عارف في ناس هقول لك انتوا طلبتوا ده من مكان تاني. اوكي، مبروك on your subscriber milestone. اللي هو يعني بيقولوا مبروك على المرحلة اللي انت وصلت لها. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award هنحط صورة للكلام ده، تمام، هنحط الترجمة بتاعته. وأول سبسكرايبر، احنا أول فيديو نزلناه تقريبا كان في شهر 12 في 2024. اللهم لك الحمد، جالنا الدرع في أقل من سنة، والسيجنتشر أو الإمضة دي بتاعت السي او بتاع اليوتيوب عفوا. فانا زي ما كنت بقول لكم بيجي في مرحله تغير حياتك، وانت بتتغير بتلاقي في ناس يا اما بتبعد عنك يا اما في ناس بتشجعك. فانت لازم تفهم كويس ان اللي بيشجعك ده شخص كويس جدا، واللي بيبعد عنك فربنا سمع وشاف حاجات انت ما شفتهاش. فمش شرط ان انت بكل بساطه تبقى يعني ليك اصدقاء كتير، مش شرط ان كل الاصدقاء دول هيبقوا لسه معاك في نفس المرحلة وانت بتحاول تغير حياتك. دول مش هيبقوا موجودين. يعني مش عاوزك تبقى مقتنع ان صحابك قعدة القهوة وحتى جزء من عيلتك ممكن ما يبقاش موجود في حياتك بعد ما انت نجحت، او انت بتنجح، او في المرحلة وانت بتنجح. لان المرحلة دي صعبة جدا يا جماعة. المرحلة دي مش سهل ان انت تحط وقت ومجهود في حاجة، تمام، وانت مش عارف الحاجة دي هيبقى ليها فايدة او
هتوصلك للمكان اللي انت دعيت من ربنا ان انت توصل له ولا لا. ولكن مهم جدا ان انت بكل بساطة تختار دايرتك وتختار الناس اللي هيبقوا معاك في الرحلة دي. طيب ده الدرع، بسم الله ما شاء الله. حابب اقول لكم ان اول واحد انا شفته في حياتي صانع محتوى بيعمل انبوكسنج للدرع اليوتيوب كان صانع المحتوى العظيم اللي انا فعلا بحبه جدا وبحترمه جدا، كريم السيد. انا متابع كريم السيد من 2016 تقريبا. انا شفت اول فيديو ليه على اليوتيوب لما نزل، او هو ابتدى 2016 او 2017، المهم يعني. فسبحان الله دي كانت حاجة انا نفسي اوصل لها، وكان نفسي اوصل لها بطريقة اولا ما تغضبش ربنا، وطريقة يبقى فيها يعني فخر ان انا بعد عمر طويل كلنا ربنا هياخد يعني امانته. فان لما عيلتي او لما اولادي يشوفوا حاجة زي كده يبقوا فعلا فخورين ان يعني باباهم كان بكل بساطة بيحاول ان هو يفيد الناس. وعلى فكرة يا جماعة، انك تفيد الناس دي حاجة من اجمل الحاجات اللي انت ممكن تحسها وممكن تعملها، صدقوني. والحاجة التانية هي ان انا بجد حابب ان انا اشكر كل واحد فيكم. تمام، مش عارف انا وريت لكم اسم ماني لاب يونيفرسيتي ولا لا، بس انا حابب بجد اشكر كل واحد فيكم. دي برضه شوية حاجات في البوكس كده، مكملات على دعمكم. والبوكس فاضي يا جماعه عشان بس ايه، انا عارف المصريين والعرب بيحبوا ان هم يعرفوا ادق التفاصيل. كنت بقول لكم ان انا حابب ان انا يعني اشكركم على الدعم وعلى الثقه، وان احنا اللهم لك الحمد ضربنا اكتر من 460 او 470 طالب دخلوا البرنامج بتاع ماني لاب يونيفرسيتي. البرنامج اللي بسم الله ما شاء الله فاد كمية شباب مصرية وكمية شباب عربية ان هم يتعلموا هاي انكم سكيل، ان هو مش بس يبقى فيديو اديتور، لا ان هو يعرف ازاي ان هو بكل بساطة يبقى صانع افلام محترف من فيديو اديتنج، لان انت يبقى عندك عقلية المخرج، ان انت تعرف كويس ازاي تحط المشهد، انك تعرف كويس ازاي بعد ما انت اتعلمت المهارة دي انك تروح وانك بكل بساطة تبيع المهارة بتاعتك دي لشركات او لصناع محتوى. اللهم لك الحمد، كمية الناس اللي قالوا كلام طيب على البرنامج التدريبي كان يعني حاجة. انا الصراحة كنت عارف، احنا كنا متأكدين ان الحاجة اللي احنا بنقدمها، وزي ما انتم عارفين اعلانات اليوتيوب مقفولة، واحنا ما بنعملش شراكات مع براندات، مش عشان مفيش براندات بتبعت، لا في براندات بتبعت كتير وكتير قوي. بيتواصلوا معايا على التيك توك، بيتواصلوا معانا على الانستجرام بتاع ماني لاب يونيفرسيتي، اللي هو برضه اللهم لك الحمد بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل دعمكم، وان احنا بنحاول ان احنا نقدم دايما محتوى مفيد ومحتوى فعلا يعني مختلف. البيج دي وصلت ل 40,000 متابع في فترة زمنية قليلة. فكنت بقول لكم ان احنا بيجينا كمية بارتنرشيبس او شراكات من براندز مختلفة، ولكن مع الاسف مش الحاجة اللي احنا حاسين ان هي تليق بيكم، يعني مش اي شراكة وخلاص. فعشان كده احنا البرنامج التدريبي بتاعنا لما نزلناه بعد تقريبا 3 أو 4 شهور، ده نزل بعد ما كذا حد فيكم يعني اكتر من 100 بني ادم اعملوا حاجات مختلفة. واحنا اللهم لك الحمد نزلنا كورسات كتيرة جدا على القناة دي، يعني كورسات ليها علاقة بازاي تبدأ من غير رأس مال، ازاي ان انت تتعلم مهارة المونتاج سواء من تليفونك او سواء من اللابتوب، ازاي ان انت بكل بساطة تتعلم المبيعات، تتعلم ازاي ان انت يعني تفهم عقلية العميل، تتكلم ازاي، تتكلم امتى، تسكت امتى، ازاي تقفل الديلز وكل الكلام ده. بعد كل الحمد لله الكورسات المجانية دي طلبتوا ان احنا ننزل حاجات تبقى برايفت، حاجات للناس اللي هم جادين جدا، واللهم لك الحمد عملنا ده. انا بتكلم اكني بتكلم مع اخواتي الصغيرين،
قاعد معاكم بدردش وبقول لكم الحاجات اللي انا فعلا يعني مبسوط بيها والحاجات اللي احنا وصلنا لها. ومش بقول لك كده عشان ابين لك قد ايه ان احنا جامدين، لا والله خالص. في الاول والاخير ربنا سبحانه وتعالى وفقنا، وتوفيق ربنا يعني كبير جدا. وفي نفس الوقت دي مش اول يعني سوشيال ميديا تشانل او مش اول بيج او قناة على السوشيال ميديا ان احنا نكبرها كده. كتير منكم عارفين تخصصي، انا في الاول والاخير انا كنت مهندس كمبيوتر، وبعديها اتجهت الى فكرة السوشيال ميديا ماركتينج والتسويق عبر السوشيال ميديا بكل بساطة. والحمد لله ساعدت شركات كتيرة جدا، والحمد لله ساعدت صناع محتوى، والحمد لله يعني كبرنا اكونتات كتيرة، واشتغلنا مع صناع محتوى في الغرب وفي الشرق، وشركات مقدرة بأكتر من 100 مليون دولار، وحاجات كبيرة جدا، وعيادات في الخليج، ويعني الحمد لله. فدي جت بعد تعب وعلم وتجارب كتير جدا. فانا بقول لكم الكلام ده عشان انت اذا شخص لسه بادئ اليوتيوب مش عاوزك ان انت تحس بالاحباط لما تشوف قناة تانية وصلت ل100 ألف متابع. وعلى فكرة احنا وصلنا ل100 ألف متابع مش عن طريق الشورت فورم كونتنت، احنا وصلنا ل100 ألف متابع عن طريق اللونج فورم كونتنت. واكون معاكم صريح، هو مش هتفرق في الاول والاخر هي 100 ألف و100 ألف، ولكن اصعب بكتير ان انت توصل باللونج فورم كونتنت، وان انت تقدم فعلا قيمة حقيقية، وان انت تبني يعني الفان بيز او تبني الفولورز. انا ما بحبش كلمة فولورز، انا بحس ان احنا يعني شخص ربنا اداله معلومة، وشخص ربنا خلاه ان هو يجي في طريق الشخص اللي عنده معلومة، وده كرم من ربنا وده كرم من ربنا. الاتنين بكل بساطة تقابلوا، ده بيتعلم من ده وده بيفيد ده، ودي الطريقة ان احنا نبني بيها بكل بساطة يعني أمة قوية. والأمة دي فعلا تبقى يعني تقدر ان هي تنافس مع الأمم الأخرى. فتاني انا حابب ان انا اشكركم، وحابب ان انا اقول لكم، وده بجد مش مبالغة، ان في حاجة قوية جدا قوية جدا 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 بخصوص البرنامج اللي ما شاء الله هيعلمك ازاي توصل من 500 ل 1000 دولار في فترة زمنية قليلة جدا. وحصلت على فكرة مش بس مع واحد، لا حصلت مع ناس كتيرة جدا، وهو ده اللي هم وصلوا له. وعلى فكرة دلوقتي احنا حطينا كمية تجديدات، جددنا كل حاجة، جددنا الجزء بتاع ازاي ان انت تبيع، وازاي ان انت تقفل الصفقة، وازاي ان انت تجيب عميل. وده اهم حاجة على فكرة، ان انت لو فيديو اديتور كرييتيف او فيديو اديتور مبدع، بس انت ما بتعرفش تتكلم، انت ما بتعرفش تبيع نفسك، فايه الفايدة ان انت تعمل فيديو قوي جدا ولكن انت مش عارف تبيعه؟ فبالتالي انت ما عندكش سكيل، انت عندك هوبي، انت عندك هواية. فاحنا جددنا ده، جددنا كمية حاجات في جزء الفيديو اديتنج. دلوقتي انت بتعرف وبتتعلم ازاي تستخدم الذكاء الاصطناعي في حاجات بتاخد من الناس يعني من 4 ل 8 ساعات، انت بتتعلمها ازاي تعمل الكلام ده في 10 دقايق او نص ساعة. وفي تجديدات قوية جدا جاية. فلو انت حابب ان انت تنضم الى البرنامج التدريبي عن طريق استخدام الفيزا، فهتلاقي اللينك تحت. واذا انت من مصر او حابب ان انت تدفع من مصر، ففي مفاجأة قوية جدا حابب ان انا اقولها لكم، بس مش هقولها لكم دلوقتي. تواصل مع خدمة العملاء، وفي حاجة قوية وقوية جدا. وتاني شكرا على دعمكم، والوعد مني ومن احمد ومن نور ومن تيم ماني لاب يونيفرسيتي كلها ان احنا باذن الله هنحاول ان احنا دايما نقدم كونتنت، محتوى هادف، محتوى يفيدك، محتوى ناس تانية بتقدمه بفلوس ومش بفلوس قليلة، احنا هننزله ببلاش. وهنعمل يعني اقصى ما عندنا ان احنا نعمل كده ونفيدكم. والطلب اللي انا عاوزه منكم ان انتوا بجد بجد قدروا المحتوى اللي متعوب عليه، مش بس عندنا، عند جميع صناع المحتوى التانيين او جميع الناس المعلمين على السوشيال ميديا.
لان بجد المحتوى الهادف والقيم بياخد وقت. فيعني اذا انت هتعمل كده، اؤكد لك واوعدك ان حياتك هتبقى احسن. وسلام عليكم.